بسبب الضغوطات النفسية بنتي صار بها هذا الشيء. إذ يشعر الجميع بأن ما حصل جريمة وليس انتحار. مقطع شرايينها باستخدام آلة حادة بضمير وبمهنية. هاي الحالة أبداً ما تشخص انتحار، غير انتحار، هاي جريمة قتل ممنهجة بحق الدكتورة بان. اكو احتمال يشفى المريض النفسي من الاكتئاب والوسواس ويعيش حياته؟ اكيد، وهواية ناس تعالجت ورجعت لحياتها كلش طبيعي. البنت اللي قدامكم في الصورة دي اسمها بان، دكتورة نفسية شاطرة جدا ومحبوبة وسط زمايلها وأهلها. وفي يوم لقوا جثتها في الحمام وبتنزف من كل حتة، وكأن في حد مارس عليها أبشع أنواع العذاب. ومن اللحظة دي بتبدأ واحدة من أعقد الجرائم اللي ممكن تسمعوا عنها. والسؤال اللي كل الناس بتسأله دلوقتي، بان اتقتلت ولا انتحرت؟ زي ما عودناكم هنا في القناة إني مش بطلع أتكلم عن أي جريمة قتل غير وأنا متأكدة من كل المعلومات المنتشرة عنها بنسبة 100%. لكن بصراحة القصة دي خلتني أخرج عن صمتي، وده لأنها من أبشع جرائم القتل اللي شفتها في حياتي، وما كنتش هقدر أستنى لحد ما التقرير الرسمي والنهائي يخرج للنور، وكان لازم أتكلم عنها زي ما زمايلي كتير اتكلموا عنها. وغرضي الأساسي إننا نضغط بأي طريقة ونحاول نرجع حق البنت دي. بس في البداية ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع بان زياد طارق، وهي زي ما أغلبكم عارف دكتورة نفسية عراقية. في مصادر بتقول إن عمرها 31 سنة، ومصادر تانية قالت 29. المهم إن بان متخرجة من كلية الطب في جامعة البصرة، ومتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، وتعتبر واحدة من أشهر دكاترة الطب النفسي على مستوى المحافظة. وكانت شغالة في مستشفى البصرة بالإضافة لأكتر من عيادة هناك بشكل برايفت يعني. والدتها تبقى جينان غازي وشغالة مدرسة، ووالدها ما قدرناش نعرف هو شغال إيه بالظبط. أسرة بان حالتها المادية كانت ميسورة الحال، وكانوا عايشين في مستوى اجتماعي كويس، ومفيش معلومات كتيرة عن إخوات بان. لكن اللي ظاهر لحد دلوقتي إن عندها أخ اسمه محمد، وكمان عندها أخت لكنها ما ظهرتش تقريبا غير مرة واحدة في العزاء، ويقال إن اسمها رغدة. بان كانت شخصية لطيفة ومحبوبة جدا، وكمان كانت شاطرة في شغلها، وده بشهادة كل اللي يعرفها. والأهم إنها إنسانة اجتماعية، وشاركت في مؤتمرات طبية كتير جدا، وكانت بتطلع تقول محاضرات قدام كل الدكاترة زمايلها. وأكبر دليل إنها إنسانة اجتماعية وبتحب التواصل مع كل الناس إن عندها صفحات على السوشيال ميديا، وكانت بتقدم عليها محتوى خاص بالطب النفسي وأهم النصايح اللي بتساعد الناس لحياة أفضل. الصفحات بتاعت بان كان عليها عدد محترم من الفولورز، سواء انستجرام أو على تيك توك، وتقدروا بنفسكم تشوفوا وتتفرجوا كمان على فيديوهاتها، لعلها تكون صدقة جارية ليها لو حد منكم استفاد. شنو الفرق بين كثرة التفكير وبين القلق؟ هما وجهين العملة واحدة. كمان بحسب شهادة ناس كتير قريبين ليها، بان كان عندها خطط مستقبلية كبيرة، أهمها إنها تسافر إيطاليا. يعني بان بالمختصر إنسانة كويسة وبتنفع المجتمع بكل الطرق. لكن للأسف الشديد كل ده اتغير في يوم وليلة، والدكتورة النفسية اللي كل شغلها هو علاج الناس بقت متهمة للأسف إنها مريضة نفسية، وكانت عايزة اللي يعالجها. يوم 4 أغسطس 2025، يعني تحديداً الشهر اللي احنا فيه ده، بيوصل لمستشفى الجمهوري في البصرة حالة طارئة جداً لبنت في آخر العشرينات من عمرها، وجسمها بينزف من كل حتة، بس مش معروف من المصادر مين تحديداً من أهلها اللي ودها المستشفى. أول ما البنت وصلت على المستشفى حاولوا يلحقوها بأي طريقة ويعملوا كل اللازم علشان ينقذوها، لكن السر الإلهي كان خرج، وللأسف الشديد البنت كانت ميتة من قبل حتى ما توصل للمستشفى وبساعات كمان، ودي حاجة كانت واضحة لكل الدكاترة، لكنهم كانوا بيحاولوا يعملوا اللي عليهم. البنت وصلت المستشفى من غير أي نبض أو تنفس، وكان في جروح عميقة جدا ومنتظمة الحواف في الدراعين الاتنين، لدرجة إن العضلات والعظام كانوا بارزين من الإيدين، وفي كدمات في وشها وحوالين رقبتها كتير، وشفايفها كانت زرقاء، وده بيدي إيحاء إنها اتخنقت بحاجة يدوية وعلى الأغلب حبل. وكمان كان في دم منتشر على كل ملابسها، وكدمات وبعض الجروح في بعض المناطق الحساسة.
بعد شوية تم الإعلان عن وفاة البنت واللي هي بان زياد طارق، ومن هنا بتبدأ سلسلة كبيرة جدا من المفاجآت اللي مش بتنتهي لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. أول حاجة عملتها المستشفى إنهم بلغوا الشرطة، والشرطة راحوا على طول على بيتها علشان يعاينوا المكان اللي لقوها ميتة فيه. البنت كانت موجودة في الحمام واللي كان مليان دم في كل حتة، لكن أكتر حاجة غريبة لفتت نظرهم هي جملة لقوها مكتوبة بالدم على حيط الحمام، والجملة دي بتقول أريد الله، وكل حرف في الجملة دي عرضه حوالي 3 سنتي، مما استدعى كمية كبيرة جدا من الدم. في الوقت ده والدها ووالدتها كانوا في تركيا، ولما حد اتصل بيهم علشان يعرفهم الخبر مرضوش يقولوا لهم إنها ماتت ولا حاجة، لكن قالوا لهم إنها عملت حادثة ولازم يجوا فورا، وفعلا وصلوا بأقصى سرعة. وبعدها أعلنوا عن وفاة بنتهم، وبين قوسين بسبب الانتحار. ودي كانت أول صدمة لكل الناس، لأن زي ما قلنا في بداية الحلقة بان دكتورة نفسية وشغلها إنها تعالج الناس اللي عندهم أي مشاكل في حياتهم، فإزاي هي اللي تموت ومنتحرة؟ والأغرب من كده هي الطريقة اللي المفروض تكون خلصت على نفسها بيها، كأنها كانت قصدة تعذب نفسها أكبر قدر ممكن قبل ما تموت. طيب ليه كل ده؟ هل الضغط النفسي أو المشاكل النفسية ممكن توصل الإنسان إن يعمل في نفسه كده؟ وهل بان على الرغم من إنها طبيبة نفسية وده أصلا تخصصها كانت بتعاني من مشاكل نفسية كتير في حياتها؟ طبعا أهلها عملوا عزا كبير في البيت عندهم، وبدأوا يستقبلوا الأهل والمعارف، والجهات الرسمية بدأت تعلن عن وفاة الدكتورة بان منتحرة. الموضوع كان غريب جدا بالنسبة لكل الناس حتى اللي مش عارفينها، علشان كده بدأ الموضوع ينتشر في الإعلام وعلى السوشيال ميديا. وفكرة إنه دكتورة نفسية خلصت على نفسها بإيديها دي مش حاجة عادية تعدي. الكلام غريب جدا على أي حد هيسمعه، وأول ناس بدأوا يعترضوا على الموضوع ده هم الدكاترة أصدقاء وزمايل بان في الشغل، حتى كل الناس اللي يعرفوها، ومنهم الطبيب محمد مهدي اللي أصدر بيان وقال فيه إنهم مش عارفين الحقيقة كاملة، لكن اللي حصل ده ما فيهوش أي احترام لعقولهم. وده خلى كل الدكاترة يسألوا إزاي واحدة بتنزف جامد من إيد تقدر أصلا تكمل وتعمل نفس الجرح بنفس العمق في الإيد التانية؟ ده غير إن كان في كدمات على وشها ورقبتها، ودي علامات واضحة إنها كانت بتقاوم حد مش بتأذي نفسها. علشان كده الأطباء اللي شافوا الحالة قالوا بصريح العبارة الجروح دي مش جروح انتحار، دي جروح اعتداء. وزمايلها رفضوا يصدقوا رواية الانتحار لأنهم عمرهم ما شافوها بتشتكي من حاجة أو بتعاني من أي أمراض نفسية، بالعكس دي كانت بتنشر طاقة إيجابية بين كل الناس. وأكبر دليل على كده هو المحتوى اللي كانت بتقدمه على السوشيال ميديا. كمان عدد كبير من المتخصصين اللي تابعوا القضية قالوا مستحيل اللي حصل ده يكون نتيجة الانتحار لعدة أسباب كتير جدا. أولها إن مفيش أي سابقة تدل إنها كانت مريضة نفسية وعايزة تخلص على نفسها. تاني حاجة إن الوضع اللي كانت عليه الجثة كان غريب جدا، مفيش حد عايز ينهي حياته ويقوم عامل كل ده في نفسه بالطريقة دي، مفيش إنسان هيستحمل يعمل كل ده. إزاي أساساً بان هتقدر تجيب صحة أو قدرة إنها تكتب الجملة دي وهي المفروض بتنزف من كل حتة، خصوصاً بإيديها اللي كل العضلات والأربطة فيها مقطوعة بالشكل ده؟ كمان نشر واحد من زمايلها صورة من محاضرة كانت بان نشرتها في ستوري على حسابها الشخصي انستجرام قبل ساعات بس من وفاتها، وده زود الشكوك أكتر. إزاي تنتحر وهي من كام ساعة بس كانت فاتحة انستجرام عادي وبتنزل ستوريز عليه؟ وهنا بدأ الخبراء كلهم يتكلموا في الموضوع ده، ومنهم الدكتور وليد قاطع زميلها، وقال إن بان كانت شغوفة بشغلها وصحتها النفسية كانت كويسة. كمان الطبيبة لينا الهاشمي قالت إن زميلتها بان لو كانت عايزة تنتحر فعلا كان ممكن تاخد بعض العقاقير المعينة اللي تنهي بيها حياتها من غير ما تعذب نفسها. وقالت إن طريقة الانتحار بشق الإيد بالطول مش هي الطريقة المعتادة، لأن في الغالب الانتحار عن طريق الشخص نفسه بيكون بشق أفقي أو عرضي عند المعصم، مش شق طولي بيوصل لعظام الإيد. وبكده نكون قدام روايتين، العقل والمنطق بيقولوا إنها جريمة قتل لا محالة، والكلام الرسمي بيقول إنها انتحار. عشان كده وقت العزاء في قنوات كتير وصفحات على السوشيال ميديا راحوا يصوروا مع والدها ووالدتها ويتكلموا معاهم،
لأن أكيد بداية كشف الحقيقة هتكون من عندهم هم. والدة بان قالت إن بنتها متعلمة وشغالة في منصب مهم، لكن اللي حصل لها كان بسبب ظروفها النفسية اللي هي بتعاني منها. ومش معنى ده إنها كانت مريضة نفسية، لكنها كانت بتعاني من ظروف وضغوطات بسبب بيئة الشغل اللي هي فيه. وأكدت أكتر من مرة على نقطة إن بنتها كانت بتعاني من مشاكل وضغوطات نفسية، وقالت أنا والدتها وسر بنتي كان معايا أنا، وعلى الرغم إنها دكتورة وبتسمع من المرضى بتوعها، لكنها ما كانتش بتقدر تتكلم عن مشاكلها، كانت بتيجي تتكلم معايا أنا. كمان والدتها أضافت وقالت إنها في يوم راحت وقالت لي أنا محدش بيحبني، لكن هي حاولت تحسسها بالأمان وقالت لها أنا وعيلتك كلنا بنحبك. كمان بان قبل ما تموت قالت لها أنا عايزة أسيب العراق لأنها ما بقتش مستحملة الوضع اللي هي عايشة فيه. وفي الآخر والدتها هاجمت كل اللي بيشكوا في طبيعة وفاتها، وقالت إن الكلام المنتشر على السوشيال ميديا مش حقيقي. أما والدها بقى فقال إن السوشيال ميديا انتشر عليها أخبار كتير مش حقيقية عن بنتهم، وأكد على كلام الأم إنها قررت تنتحر بسبب الضغوطات النفسية اللي هي كانت بتعاني منها. كلام الأم والأب وكل اللقاءات اللي اتعملت معاهم لما بدأت تنتشر زودت شكوك الناس أكتر، واتهموهم إنهم مخبيين حاجة بسبب حالة الجمود اللي عندهم. والموضوع كبر أكتر، وبدأ المهتمين بالقضية يتهموهم إنهم عارفين الحقيقة وساكتين، ومش باين في عينيهم أي ذرة حزن على بنتهم. لحد هنا الموضوع كان محصور في الحتة دي، لكن بعدها بدأنا نشوف معلومات صادمة جدا، وعدد كبير من وسائل الإعلام هم كمان بينقلوا كلام غريب جدا. ومش بس الإعلام، ده في ناس ملهمش أي علاقة بالقضية، منهم محامي رفض يعلن عن اسمه. والمعلومات دي بتقول إن اللي عمل كده في الدكتورة بان هو أخوها محمد، وقال إن سبب الجريمة في الأصل إن أخوها مدمن مخدرات، وهي حاولت أكتر من مرة إن تمنعه من التعاطي لكنه كان بيشرب باستمرار. وفي مصادر بتقول إن على حسب توقع الناس إن في يوم الجمعة اتخانقوا مع بعض لأنها أخدت الحبوب المخدرة اللي هو بيستخدمها، ولما حصلت المشكلة قامت بينهم خناقة كبيرة جدا كانت نهايتها إنه خلص عليها بالطريقة البشعة اللي حصلت، وما استكفاش إنه خلص عليها، ده كمان مثل بجثتها بطريقة وحشية. بس الغريب إن الناس لما دوروا ورا أخوها كويس وجابوا الصفحات الرسمية بتاعته شافوا إن عنده هايلايت على انستجرام وحاطط فيه اسم رواية مشهورة جدا اسمها الإخوة الأعداء، ومن أشهر الجمل اللي اتكررت في الرواية دي هي جملة أريد الله. كمان لقوه ناشر رسمة لشخصية خيالية من فيلم شهير، والشخصية دي اسمها فريدي كروجر، والمعروف عن الشخصية دي إنها بتخلص على الضحايا بتوعها بطريقة تبان إنها عملية انتحارية. كمان لقوا عنده رسومات الأيادي مقطوعة فيها بشكل طولي، ودي نفس الطريقة بالظبط اللي أيادي بان كانوا مقطوعين بيها. ومن هنا القضية أخدت منحنى تاني خالص أكبر بكتير من اللي خدته في الأول. دلوقتي إحنا عندنا متهم، ومش أي متهم، ده مفروض واحد من أقرب الناس ليها في حياتها، لدرجة إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتدخل وطلب منهم إنهم يخلصوا التحقيقات في أسرع وقت علشان يعلنوا النتائج قدام الرأي العام. وبعدها قدم النائب عدي عواد تقرير خبراء الطب العدلي للمحكمة. التقرير ده بقى كشف فيه عن ملاحظات غريبة جدا ومثيرة للجدل، والأغرب إن محدش ركز معاها من البداية. ومن ضمن الملاحظات دي إن كاميرات المراقبة اللي موجودة في البيت اتعطلت قبل وأثناء وبعد الحادث، واللي حصل ده حصل بفعل فاعل، لأن في الأيام اللي قبلها ما ظهرتش أي أعطال في منظومة المراقبة الخاصة بالبيت، ودي حاجة بتبين إن في حد كان حريص جدا إن محدش يشوف اللي حصل. في حد كان خايف وعارف إن كاميرات المراقبة دي لو فضلت شغالة هتفضحه. كمان إحنا قلنا في بداية الحلقة إن تقرير الطب الشرعي أثبت إن في آثار حوالين الرقبة بتوضح إنها آثار لعملية خنق، وطبعا ده عمره ما هيكون انتحار، بدليل إن المحققين لما راحوا مسرح الجريمة ما لقوش الحبل اللي تم استخدامه في الخنق، ولا حتى لقوا أي أداة من الأدوات اللي اتعملت بيها الجريمة، ده غير عدد كبير من الكدمات المتفرقة في كل حتة في جسمها. والجرح اللي في إيديها الاتنين كان بطول 9 سنتي وبعرض 6 سنتي وواصل للعظم زي ما قلنا، مع العلم إن بان بتستخدم إيدها الشمال، فلو افترضنا إنها بدأت تجرح إيدها اليمين باستخدام إيدها الشمال، فإزاي هتقدر تجرح إيدها الشمال
بعد ما اليمين كانت اتقطعت خالص. وده بقى خلى كل الدكاترة يسألوا لو واحدة بتنزف جامد من إيد هتقدر أصلا تكمل وتعمل نفس الجرح بنفس العمق في الإيد التانية؟ كمان حصل تأخير غريب جدا في التبليغ عن الحادثة من أهل بان، ولما ودوها المستشفى حد حاول إن ينظف مكان الحادث من غير أي تصريح من الجهات المسؤولة، وده طبعا ممكن يكون سبب إن في حاجات اتشالت واختفت من المكان، منها أدوات الجريمة مثلا. والأغرب من كل ده هو رفض والدها ووالدتها إنهم يشرحوا الجثة، وكمان ضغطوا على كل الجهات إنهم ياخدوا جثة بنتهم علشان يدفنوها في أسرع وقت. حاجة غريبة جدا ومش مفهومة، ليه الاستعجال ده؟ ده غير إنهم لما فحصوا تليفونها اكتشفوا رسائل بينها وبين معارف تانية، ومحتوى الرسائل إن أخوها وصحابه كانوا بيشربوا مخدرات دايما في البيت. كل التفاصيل دي وأكتر منها كمان كانت كفيلة إن القضية يتعاد صياغتها من تاني، مع العلم إن أخوها اتقبض عليه في الأول وبعد كده أفرجوا عنه، وحاليا هو مقبوض عليه وبيحققوا معاه. لكن اللغز اللي مش مفهوم لحد دلوقتي هو سر تمسك والدها ووالدتها إن اللي حصل ده عملية انتحار ليس إلا، لدرجة إن والدتها في أحد اللقاءات زعقت في وش المذيع لأنه فتح معاها موضوع إن ابنها هو المتهم في جريمة القتل، وقالت إن ابنها بريء. ولو فاكرين إن المفاجآت خلصت لحد هنا فأحب أقول لكم لأ، في اليومين اللي فاتوا في مفاجأة أخيرة ظهرت وارد إنها تقلب أحداث القضية في الأيام اللي جاية 180 درجة. فاكرين جريمة سارة العبودي؟ الدكتورة سارة العبودي أستاذة في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، واتقتلت على إيد الأستاذ الجامعي درغام عبد السلام نعمة تميمي، وهو أخو زوجة محافظ البصرة. مش هحكي تفاصيل كتير عن سبب الوفاة والجريمة لأن دي مش قصتنا، لكن قرايب الضحية من بينهم النائبة السابقة رحاب العبودي أعلنوا إن المتهم اتعامل معاملة VIP في السجن، يعني كان بيتعامل أحسن معاملة، وإن كان في محاولات لتلفيق تقرير طبي يثبت إصابته بمرض نفسي. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن النوع ده من القضايا بياخد اتجاه تاني خالص، والمتهم فيه بيفلت من حكم الإعدام، لكن يشاء القدر إن خطتهم تفشل. والخطة دي فشلت بسبب إن المحكمة عينت دكاترة أمراض نفسية مخصوص علشان يكشفوا عليه ويكتبوا تقرير عن حالته، وهم اللي في إيدهم يثبتوا إذا كان مريض نفسي ولا لأ. عارفين بقى مين اللي كانت مسؤولة عن حالته أو حتى من ضمن الفريق المسؤول؟ الدكتورة بان زياد طارق. وبسبب التقرير اللي كتبته واللي أثبت فيه إن المتهم سليم 100%، في يونيو 2025 أصدر القضاء العراقي حكم بإعدام مشنقا حتى الموت. علشان كده في ناس كتير بدأت تربط بين جريمة القتل الخاصة بسارة العبودي وبين اللي حصل مع الدكتورة بان، وقالوا إن اللي خلص عليها حد من طرف درغام وعمل كده علشان ينتقم منها، وإن أخوها وأهلها ملهمش ذنب في الموضوع. علشان أكون صريحة معاكم، لحد دلوقتي لسه مفيش أي تفاصيل جديدة خاصة بالقضية، ومفيش أي تقرير رسمي خرج من وزارة الداخلية أو من المحكمة يقول إن اللي حصل بشكل نهائي عملية انتحار أو جريمة قتل. علشان كده إحنا كلنا بنطالب بحق الدكتورة بان، وبنطالب بتحقيق نزيه وشريف، وبإذن الله ربنا مش هيضيع حقها. وبس كده، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. في أمان الله.